لكن في شيء لاحظته حلو هني من اول ما جيت، ان بالطرقات الشعب الجزائري جدا جدا محترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معاكم إن شاء الله اليوم رحلة جديدة ورحلة فخمة من نوع فاخر، رحلة من نوع فاخر إلى بلاد 1.5 مليون شهيد، إلى الجزائر. معاك هي الخضراء، شوف ايش رايكم بس؟ فإن شاء الله بإذن الله هالمرة رايحين للجزائر وكاسرين الروتين شوية، وبنروح للبلد اللي كل ما تقول الواحد أنا رايح الجزائر يقول لك شو ودك هناك؟ هناك رعب، هناك ما في امان، هناك يذبحونك، هناك من شنو، فكله ارهاب في ارهاب وما شنو. هالمره بنروح ان شاء الله للجزائر وبنوريكم الجزائر هي شلون صايره هناك. وشكر خاص الى الراعي الرسمي لهذه الرحله قناه كوست عربيه. وطبعا نشوف مين رايح معاي، حبيبنا عبد المجيد اللي كان متابعني من زمان يذكره انه كان من متابعيني اللي قابلتهم بسفرتي بجورجيا، فقابلني هناك. وشوف تخيلوا من متابع الى صديق حبيب اكيد ومصوره. ايوه ان شاء الله نحن نغطي تغطيه حلوه باذن الله ان شاء الله. التغطيات اللي قبل شفتها كلها تتكلم عن تاريخ، عن الطوارئ، عن الاشياء اللي هناك، لكن هالمره تغطيتنا ان شاء الله بتكون غير وكسر للروتين مثل ما قلت، لانها بتكون توريكم الشعب الجزائري شلون عايش، الجزائر الحين شنو صايره، شلون صايره متطوره بعد هناك، طرقها شلون صايره، الاماكن السياحيه الموجوده هناك. فبنوريكم شيء يعني خارج عن العاده باذن الله. باذن الله ان شاء الله. الحمد لله وصلنا اخيرا بعد الصراحه عناء طويل بالطياره، وتقريبا يمكن 10 ساعات من المطار هناك اول ما بدينا لين ما وصلنا هني. بس الصراحه اول ما وصلنا هني الاجواء نستنا كل شيء، مطر والجو مغيم والاجواء حلوه كذي بارده، حتى ما تحتاج انك تلبس شيء ثقيل. وخلنا اعرفكم على صديق الرحله، حبيبنا احمد داوود الجزائري اللي راح يكون معنا طول الرحله هني. السلام عليكم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كيف حالك؟ يا رب. الحمد لله. طبعا احمد داوود موجود عندنا بالكويت هناك، وتعرفت عليه من الكويت هناك، فهو قال بس عندي انا بطلع معاكم ونسوي رحله ان شاء الله كامله في الشمال الجزائري كامل، صح؟ ان شاء الله. من الجزائر نروح تلمسان، بعدين نرد من تلمسان نروح لعنابه، يعني الحدود ان شاء الله الشماليه كلها باذن الله راح نغطيها مع حبيبنا احمد داوود. الله يسعدك. الله يعطيك العافيه. الله يسعدك. المجيد شلونك؟ تمام. تعبت؟ اوه بس الصراحه الاجواء حلوه والله مسيت التعب. اي والله صدق. يلا طبعا هذه سيارتنا ان شاء الله راح تكون هي صديقتنا في الرحله كامله باذن الله. قاعدين ان شاء الله لمده تقريبا 15 او 14 يوم بنغطي لكم ان شاء الله الشمال مثل ما قلت لكم كامل باذن الله. بيس طبعا نحب اوجه تحيه حق الممثله السابقه الجزائريه حوريه، صاحبه حساب ديسكفر الجيريا، اللي هي كانت السبب بعد الله انها عرفتني على حبيبنا احمد وتعرفت عليه، وانه يعني نتقابل بالكويت ونجهز هذه السفره مع بعض. فباذن الله ان شاء الله انه راح تكون سفره موفقه، ونغطي لكم ونوريكم الجزائر شلون صايره بشعبها، بثقافتها، بالاماكن الحلوه اللي فيها، باكلها بعد. الاكل اهم شيء، الاكل صح؟ الاكل لازم الاكل اليوم لازم نبدع بالاكل الجزائري. بسم الله ما شاء الله. هذا مسجد الجزائر الاعظم، وراح يكون ان شاء الله اكبر مسجد بالعالم بعد الحرمين. وشوف المناره هذه راح تكون اطول مبنى موجود في الجزائر هنا، فهي بتكون اطول شيء، ما في شيء اطول منه، وراح يفتح ان شاء الله في 2018. شوف هذا المكان هنا، شوف شلون صاير. تحس انه ما تحسها باريس، فرنسا، اوروبا. المكان شلون من الشوارع هذه هي وسط الجزائر، صح؟ وسط الجزائر. ايه. هلا بتكون بنمر هون على البريد المركزي، بعدين نطلع وسط الجزائر. ما حندخل وسطها كله، بس بنمر عليه مرور.
So I thought I needed. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed. حاليا في وادي الرمان. طبعا انا في جزائريين وايد حذروني من كرم الشعب الجزائري، قالوا لي دير بالك ترى كرمهم زياده عن اللزوم ويحرجونك فيه، ما يخلونك تسكن في فندق. فاحمد جايبنا البيت هني في وادي الرمان. وادي الرمان صح؟ وادي الرمان يقول بالجزائر بالعاصمه هني لازم تسكنون عندي. فشو نسوي؟ احراج. الله يكثر خيره لكن يلا حرجنا الرجل. هذا هو البيت. اللهم اجعله منزل مبارك يا رب. ها تقدر تشيل الجنطه؟ ها عبد المجيد اوكي الوضع. تسلم يدينك يا احمد على القهوه الفرنسيه الحلوه. الصراحه اول مره اشرب شيء نفسها كذي، تحس انها طعم قهوه على شاي مع بعض. خليط. الله يعطيك العافيه. طبعا هون الشاي ما في شيء احمر، شاي اخضر، بنباع شيء احمر. ما تشربونه؟ لا ما بيشربوه نهائيا. اي مثلا نشرب شاي اخضر. هلا عبد المجيد والله الحين يبي لك كذي تاخذ لك غرفه ابو ساعه، تنام لك شويه وتريح علشان نطلع بعد شوي او نتغدى بعدين نطلع ونشوف الدين باول يوم. وش رايك ناكل بعدين ننام؟ لا والله ننام شوي بعدين ناكل. والله جوع يا ولد. زين ايش فيك متحمس؟ جاي. لا ننام لنا شوي بعدين نكمل ان شاء الله. يلا نوم. يلا حرصدك. تسلم الايادي يا احمد، الله يعطيك العافيه. شو اسمها؟ شطيطحه. شطيطحه اللحم، يعني لحم. شطيطحه اللحم نفس اللي عندنا بالكويت احنا نسميها مرق اللحم. طبعا الجزائريين راح يتبعوه، راح يبهدلوني، راح يقول لك راح الشرب لان المفروض لازم اعزم لاني حالي بس ما نشرب. لازم يكون في شوربه فريك، لازم سلطه، لازم بالصح راني وحدي لحالي عشان هيك. الله يعطيك العافيه. لا والله كفيت ووفيت باذن الله ناكل برا، هذا شيء خفيف بس. اي طبعا احمد عادل يقول ما له نفس انه ياكل شبعان. تبي تاخذ صحني ها؟ ما في نفس صح. هذا الخبز الفرنسي طبعا الطويل هو كذي ناخذه، طبعا ناكلها كذي نفس الاكل العادي صح؟ عادي كل عادي بالخبز كذي. السلام. وهذا الحمص. خلينا نجرب. بسم الله. لازم نقصه ملح لا ممتاز. نفس مرقتنا بالكويت نفس الطريقه. سبايسي حلوه لذيذه. الحين بعد الغداء بعد ما ريحنا شويه طلعنا برا نروح نشتري شرايح الانترنت عشان تكون معنا الانترنت على طول، وننزل لكم سنابات وننزل فيديوهات وكل شيء. وبعد هم نحول العمله لان يبين معانا دولارات. هو الافضل مثل ما قلت انه لازم يكون دولار او يورو صح؟ اي دولار او يورو، فجايبين معانا دولارات وراح نحولها ان شاء الله الى الدينار الجزائري. تشوفون هذا الباص البرتغالي، هذه صناعه جزائريه، يعني بس في بعض القطع مثل بالماكينه وكذي من برا، بس صناعه كامله جزائريه. اسم الشركه سوناكوم. شوف احمد جايبنا القناه الهداف هني، قناه رياضيه. شوف المبنى هذا هني كله فرنسي من ايام قبل، كل شيء مو متغير نفس ما هو قبل. هذه الهداف. والحين قاعدين بالاستديو هني مال قناه الهداف الجزائريه. ايه هي 90% متخصصه في كره القدم العالميه. فشوف الاستديو مالهم. ها عبد المجيد صاير محلل هني. ها شنو رايك بالدوري الانجليزي الحين؟ ما تحب الدوري الانجليزي؟ برشلونه بس ها؟ طبعا هذا هو سيدي علي صديق احمد. اي الله يعطيك العافيه. الله يخليك. الله يسلمك. الله يخليك. ها؟ لا العافيه عندهم عادي مو نفس المغرب. اي هذا الكؤوس الجوائز الرياضيه هني عندهم حق القناه بعد. وبسرعه صارت الدنيا الليل الحين. وشوف انا وين موجود، شوف شنو فوق.
هذا هو مقام الشهيد اللي سووه لذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. وثورة الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي امتدت لأكثر من 7 سنوات، من سنة 1954 إلى 1962. فهذا المقام سووه الجزائر لذكرى الشهداء، وهو موجود في العاصمة، والإطلالة مالته عجيبة على المدينة كلها من فوق. وهذا هو مثل ما انتم شايفين التصميم اللي أنا مسويه حق الجزائر، معاك الخضراء والخريطة الجزائر والعلم داخل، وهذه هي معالم الجزائر، وهذا هو مقام الشهيد بالنص. في هذا اليوم المشهود من أيام أمتنا المجيدة، واعتزازا بكل ما أنجى شعبنا العظيم بفضل الإيمان الراسخ والكفاح المتواصل والتضحيات الجسام، يشرفني أن أدشن مقام الشهيد. تم تدشين هني مقام الشهيد في تاريخ 5 جويليا اللي هو شنو؟ 7 صح؟ 5/7 اي 5/7/82 1982. الشاذلي بن جديد. الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية. وإطلالة مقام الشهيد هني خيالية صراحة. شوف على كل الجزائر كذي من فوق، وعلى البحر ومقابل البحر الأبيض المتوسط. طبعا من العجيب هني في الجزائر انه بالنهار راح تلقى الزحمة هني بكل مكان، لكن بس يصير المغرب بس تظلم الدنيا تشوف الشوارع فاضية، الناس كلها تروح البيت واغلب المحلات تسكر. حاليا في شارع ديدوش مراد. الصراحة المكان هني تحس انك قاعد في فرنسا، بس فرنسا كلاسيك، يعني كل المباني هني وكل الشوارع كلها نظام فرنسي، شغل عدل صراحة. واحنا الحين جايين نتعشى مطعم واسمه برجر. سيتي برجر. سيتي برجر. والله الصراحة البرجرة لذيذة. اسم البرجرة الجزائر تزيري صح؟ تزيري. يلا جرب بسم الله. روح. اميزنج قبل لا تاكل اميزنج ها. بعد التعب هذا كله والجوع تجي لك وجبة كذي كبيرة، صدق تحس انك مرتاح والحين تفكر بالنوم. بس ابو طلع مو نعسان؟ لا ولا مو نعسان؟ انا لي 39 ساعة كم؟ يومين مو نايمين. فيلا هانت ان شاء الله يوم بنريح، وبكره ان شاء الله راح نبدا ان شاء الله رحله جديده بعد، ونوريكم كل شيء موجود في العاصمه، لان اليوم صراحه ما سوينا اشياء زياده، وريناكم الاشياء كافيه يعني. قاعد نمشي الحين بالشارع، وهذه اللحظات الاخيره نمشي فيها هني بالشارع قبل لا نرجع وننام. لكن في شيء لاحظته حلو هني من اول ما جيت، ان بالطرقات الشعب الجزائري جدا محترم، يعني لما تعبر قدام واحد بالسيارة يعني عادي يوقف لك، ما يجي يحاول انه يدعمك ولا شيء كذي، فجدا في احترام. وحتى لما مثلا انت بالسيارة واحد يبي يعبر قدامك يسلمون على بعض، لما تسمح لواحد مثلا يمر بسيارته قدامك هم الكل يسلم عليك، لازم يسلم. فشفت الكل يمكن 99.9 الكل قاعد يسلم. واحلى اتاي على الطريق هني. شنو رايك بالاتاي؟ انت قاعد تسجل؟ ها؟ السلام عليكم. اهلا فيكم جميعا ومرحبا. الشاي صير وذيع الشاي مرة جميل جدا. ايه لا جميل. وصلنا البيت ويدخل السيارة بالجراج. عاش الجولف. لا تدعم الطوفة. هلا مثل ما شفتوا يعني من اليوم الأول حسينا ان الكلام اللي كنا نسمع عن الجزائر ابدا بعيد عن الحقيقه. اي يعني انه والله ان البلد غير امن، وهذا الاشياء. شفتونا تونا قاعد نمشي بالليل وكنا نمشي بالشوارع والناس قاعده تمشي وفي حركه، وما في عندنا مثلا والله يمكن يقول واحد يقول لا والله عشان معاكم واحد جزائري ما حد يقرب لكم مثلا. حتى لو كان معنا واحد جزائري اذا كان في خطر
بتشوف وبتحس من نظرات الناس ابدا الشعب ودود لابعد حد. فمن اليوم الاول حسينا بهذا الشيء، وحسينا ان هذا الشيء بعيد عن الحقيقه تماما. فباذن الله راح نكمل حلقاتنا الى تقريبا يمكن الى 14 او 15 حلقه، وهذه هي الحلقه الاولى. عندي لكم طلب بالفيديو الاول، اني ابي كل المتابعين اللي قاعد يتابعوني بهذا الفيديو وكل اخواني واخواتي الجزائريين انهم ينشرون هذا الفيديو الاول، علشان نبي نوري الناس ونوري العالم شنو هي الجزائر، وشنو هو الشعب الجزائري، وشنو ممكن تلقى بالجزائر اذا جيت وزرتها. فهل نقدر نوصل الى مليون؟ نقدر نوصل مليون. يلا نوصل مليون. افا عليكم علشان الحلو هذا. بس عليكم اي نبي نوصل هذا الفيديو الى مليون، ونبي الناس كلها تشوف التغطيه هذه كلها كامله عن الجزائر. ولا تنسون بنهايه الفيديو تعطون الفيديو لايك، واشتركوا بقناتي، راح احط لكم الدائره هنا بس تضغطون عليها وتشتركون بقناتي. وايضا اشتركوا بقناه الراعي الرسمي لهذه الرحله، قناه كويست عربيه، هم راح احط لكم قناتهم هني بعد، واشتركوا فيها وتابعوا فيديوهاتهم، تابعوا كل برامجهم. واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، ومع السلامه، تصبحون على خير.